الحقيقة أنا سعيد بلقائكم اليوم على هذه الشاشة في هذا البرنامج المهم، وأنا بسعد بهذا اللقاء وبشكر القناة والمعدين ومقدمي البرنامج لهذه الدعوة الكريمة. بالنسبة لموضوع منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية هي المؤسسة العالمية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لخدمة السياسات والاستراتيجيات الصحية العالمية. دورها دور وقائي، بتضع برامج، بتشوف مواطن المشاكل فين على مستوى العالم كله، وبتبحث عن طريق مجموعة من الخبراء والاستراتيجيات، وهي طبعا بتعمل مع الدول. يعني كل الدول العالم اللي موجودة في الأمم المتحدة موجودة أيضا في منظمة الصحة العالمية، وليها جمعية عمومية بتعقد كل عام، وليها مكتب تنفيذي بيعقد في يناير كل عام في جنيف، وليها مناطق في مختلف أنحاء العالم. المنطقة اللي احنا فيها اسمها منطقة الشرق المتوسط، فيها تقريبا كل الدول العربية ما عدا الجزائر، وفيها أفغانستان وباكستان وإيران. المنطقة طبعا مشاكلها تقريبا متشابهة ومتقاربة، وإن شاء الله يعني في انتخابات هذا العام لخلو منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، والحمد لله بفضل ربنا وبثقة قيادة هذا البلد العظيم أنا رشحت عن مصر لهذا المنصب. طبعا هذا الترشيح مبني على أسس وتقييم سياسي ودبلوماسي وصحي وعلمي وخبرة تراكمية في العمل مع هذه المؤسسة المهمة جدا، لأنها بتعني بصحة الإنسان وبتضع استراتيجيات. بنتكلم على 2020 هنعمل إيه، 2050 هنعمل إيه، في منطقة مليئة بالمشاكل ومليئة بالمخاطر. منطقة الشرق المتوسط اللي احنا موجودين فيها مشاكل كثيرة جدا، فيها ربيع العربي اللي بدأ بكل تحدياته وكل مشاكله، فيها مجموعة من الأمراض المهمة جدا، فيها بعض الحروب والمشاكل زي في باكستان وإيران وباكستان وأفغانستان. فإن شاء الله نتمنى في المرحلة القادمة أن يساهم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بصفة خاصة والمنظمة بصفة عامة في دعم الاستراتيجيات والبرامج الصحية في هذه المنطقة المهمة، ونحاول القضاء على مجموعة من الأمراض الخطيرة اللي موجودة في كثير من بلدان هذه المنطقة. الضرن أو السل موجود في المنطقة في نسب عالية في بعض البلدان زي باكستان وزي دول أخرى. في بعض البلاد فيها ملاريا، في بعض البلاد فيها إيدز، ففي مشاكل صحية كثيرة جدا وتحديات. والحقيقة التحدي القادم المهم جدا غير الأمراض المعدية اللي أنا اديت أمثلة منها، الملاريا والضرن والإيدز وأمراض أخرى، في تحدي لأمراض غير معدية. نسب ارتفاع ضغط الدم بتزيد في المنطقة، نسب السمنة بتزيد، نسب الأورام بتزيد مع طبيعة الحياة وزيادة معدل السن. السيطرة على هذه الأمراض في منتهى الأهمية، خصوصا لو عرفنا أن معظم سكان المنطقة الشرق المتوسط هم شباب، يعني متوسط الأعمار بيعلى، لكن معظم السكان هم من الشباب. والحقيقة أنا في خبرة تراكمية موجودة مع المنظمة على مدى 20-25 سنة اللي فاتت. اشتغلت في برامج المنظمة، عملنا استراتيجيات مع المنظمة، منها استراتيجية مهمة جدا في السيطرة على الضرن اللي هو السل، ووضع برامج تشخيصية وعلاجية. ساهمنا في توطين سياسة مهمة جدا لعلاج الضرن بتسمى العلاج بقصير المدة، وبتسمى دوتس، اللي هو ازاي ندي العيان دواء ونضمن انه خد الدواء. ليه؟ لان مرض الضرن ده مرض معدي، واذا العيان خد العلاج بانتظام وبدقة شديدة جدا بيخف بنسبة 100%. المشكلة ان كثيرا من المرضى، لان المرض ده علاجه حده الادنى في العلاج 6 شهور، غير امراض اخرى كثيرة، وساعات بيمتد ل9 شهور. العيان بياخد اكتر من الدواء. الملاحظ ان المرضى بيزهقوا من العلاج. اول ما العيان يلاقي نفسه كويس، حالته مستقرة، مفيش مشاكل، يبطل الدواء. اذا بطل الدواء الميكروب بيكتسب مناعة ضد هذا المرض، وينتج عن هذا ان المريض ده نفسه بدل ما كان يخف تماما في 6 شهور او 9 شهور،
ممكن المدة تطول من ناحية، ممكن وأخطر من هذا إذا عدا حد تاني، وعادة الحد التاني ده يكون في محيط أسرته أو أصدقائه، الحد التاني ده اللي أصيب قد يصاب بميكروب يقاوم الأدوية التقليدية للضرر. فده موضوع مهم أوي. الحقيقة عملنا مع المنظمة فترة طويلة جدا في هذا، عملنا في مجال التدخين، وساهمنا في وضع الاستراتيجية العالمية أو بنسموها الاستراتيجية الإطارية لمكافحة التبغ وطبقت على مستوى العالم خلال المدة اللي تقرب من 4 سنوات في موقعي، غير العمل على مدى طويل مع المنظمة وما زلت أعمل معها. عندي خبرة في النظم الإدارية والنظم التنفيذية وتقنيات العمل في هذه المنظمة، غير الجانب العلمي. طبعا عملنا مع المنظمة، عملنا استراتيجية عظيمة مؤثرة نجحت في القضاء على شلل الأطفال في مصر خلال يعني بما شرفت به من تولي منصب وزير الصحة والسكان. قضينا على شلل الأطفال في مصر، وأيضا ساهمنا في هذه الاستراتيجية الناجحة أنها تطبق في البلاد الأخرى اللي فيها شلل الأطفال. وبرامج في التدخين، برامج كثيرة جدا جدا. الحقيقة المنظمة مهمة جدا، دورها فعال، ونتمنى بإذن الله في الفترة إذا أتيحت الفرصة بعد المفاوضات السياسية مع الدول الأعضاء إن احنا نسعى بإذن الله لخدمة هذه المنطقة العظيمة والمهمة، والتي في حاجة شديدة وماسة إلى نظم صحية وبرامج صحية وبرامج وقائية، بحيث إن احنا نسيطر على كثير من الأمراض اللي بتؤثر على صحة الإنسان ومستوى حياته في هذه المنطقة. ما زالت وفيات الأطفال عالية، ما زالت وفيات الرضع عالية، ما زالت أنا ما بتكلمش على مصر، بتكلم على بعض دول المنطقة. في دول مستواها عالي جدا وحققت نتائج عظيمة جدا في هذه المنطقة بدون شك. في مصر في نتائج إيجابية جدا في القضاء على شلل الأطفال، على الدفتيريا، على الملاريا، السيطرة على مرض الضرن والنسب بتقل. البلهارسيا ما شاء الله قلت بطريقة نتيجة لاستراتيجية العلاج الجموعي في القرى المصرية. احنا كنا بنتكلم على نسبة بالهارسيا في سنة 86 حاجة و80 إلى 38.9%. النهاردة بالهارسيا قلت عن 1%، سواء المعوية أو البولية. كل دي نتائج عظيمة جدا ساهمت فيها منظمة الصحة العالمية، وساهم فيها النظام الصحي المصري بما يملكه من كوادر بشرية وإمكانيات تقنية وأيضا مؤسسات صحية. احنا عايزين المنطقة كلها نساهم في تحسين كل هذه المعايير التي تدل على تحسن وتقدم صحة الإنسان في هذه المنطقة. لازم الأمهات ياخدوا رعاية، لازم الأطفال ياخدوا رعاية، لازم وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة تقل، وفيات الأطفال تقل، الملاريا تقل أو تختفي، وهكذا. ده الطموحات اللي موجودة وتحسين صحة الشباب، الطموحات الموجودة لمنظمة الصحة العالمية على مدار السنوات القادمة بإذن الله. الحقيقة قضية الدواء قضية مهمة جدا وحيوية، لأن الدواء هو سلاح الطبيب.
الذي يساهم. طبعا عندنا وقاية وعندنا علاج، والعلاج يتم بطرق كثيرة، لكن الدواء محور مهم من محاور علاج المريض. إتاحة الدواء وتوفيره للمريض عنصر أساسي. والمريض الحقيقة النقطة دي حيوية ومهمة، ما بيحددش الدواء بتاعه، يعني الطبيب هو اللي بيكتب له الدواء، وهو الطريق المريض لازم ياخد هذا الدواء بانتظام. في نقطتين مهمين في الدول النامية، وهي دول كثيرة في منطقة الشرق المتوسط ومنها مصر ومنها دول أخرى. كيفية إتاحة الدواء للمريض، دواء جيد، دواء فعال، دواء ينطبق عليه كل المواصفات العالمية من حيث الجودة والأمان والفاعلية، وفي نفس الوقت السعر المناسب. طبعا في أدوية حديثة غالية جدا، في أدوية تقليدية سعرها معقول. في شركات الدواء التي تنتج الدواء شركات اقتصادية، بمعنى فيها عمالة، فيها كهرباء، فيها مية، فيها مواد خام، فيها مكن محتاج إحلال وتجديد، فالقضية مستمرة. دائما القضية المثارة كيفية توفير الدواء الآمن والفعال بسعر مناسب. وعشان كده هنجد ان من ضمن الحاجات القليلة جدا اللي هي تحت التسعيرة او بتسعرها وزارة الصحة، ودايما نقاش بين وزارة الصحة وبين المنتجين وبين المرضى او المؤسسات التشريعية او المؤسسات الشعبية، هو كيفية الحفاظ على سعر الدواء، رغم ان كثيرا مدخلات هذا الدواء سعرها بيرتفع، تكلفتها بترتفع، تكلفة الانتاج بتزيد، ثم كيف نعمل ابحاث وتطوير، لان ده محتاج مكسب عشان تاخد منه جزء، تعمل ابحاث وتطوير وتحافظ على التوازن بين المنتج وبين سعره وبين اتاحته للمريض. طبعا الحمد لله كثيرا من الدول العربية ومنها مصر عدد المصانع اللي موجود عدد كبير جدا. كل المصانع الحمد لله حاليا بتطبق قواعد الجودة العالمية اللي بيسموها GMP، اللي هي Good Manufacture Practice، واصبح مفيش تفاهم في هذا. مفيش حاجة اسمه دواء لا يخضع لهذه المعايير، ومفيش مصنع من ساعة المادة الخام ما تدخل لغاية المنتج ما يخرج ويحصل تداول ليه ويحصل وجوده في الصيدليات إلا ما يخضع لهذه المعايير والرقابة المهمة أوي. علاوة على كده المصانع المصرية والمصانع العربية بتصدر لبعضها من ناحية، وبتصدر لدول خارجية كثيرة من ناحية أخرى. مفيش دولة بتقبل استيراد دواء إلا لا يخضع تماما للمعايير الجودة والأمان والفاعلية. هي عملية توازن، وبعتقد أن المستقبل عندما يشهد تطبيق لنظام التأمين الصحي الشامل يجد المريض دواءه بسهولة ويسر ودون معاناة ودون البحث عن سعر الدواء، لأن مؤسسات التأمين بتتولى تأمين الدواء بالسعر المناسب. هي النقطة الثانية المهمة قوي اللي لازم نتعاون فيها، هو التعاون العربي والعربي الأفريقي في صناعة الدواء، لأن صناعة الدواء بتحتاج أبحاث وتطوير، بتحتاج سوق كبير عشان تسوق المنتج. وأعتقد أن المستقبل القريب بدأ بالفعل يشهد تعاون عربي وعربي أفريقي وعربي أيضا مع دول العالم المتقدمة في العالم الغربي، حتى نستطيع أن يحدث نوع من التوازن في وجود الدواء وإتاحة الدواء ووفرة الدواء وفاعلية الدواء. الحقيقة أنا ما بحبش أستخدم كلمة الوقاية خير من العلاج، لأن العلاج خير والوقاية خير، لكن أنا بحب كلمة الوقاية تغني عن العلاج، لأن ساعات العلاج بيجي بالوقاية. يعني في أمراض عشان تمنعها أصلا لازم تاخد علاج، وساعات الوقاية بتيجي بالتطعيمات. كثيرا من الأمراض العالمية، ودينا مثل من شوية شلل الأطفال، تم القضاء عليها في مصر وكثير من البلاد العربية وبلاد المنطقة عن طريق التطعيمات، والتطعيمات تعتبر تحت سقف نوع من العلاج. لكن السؤال مهم، ما هو دور منظمة الصحة العالمية ودورنا في الصحة في الوقاية من الأمراض؟ الوقاية مهمة جدا جدا في كل الأمراض. ليس هناك مرض إلا ما فيه وسائل وقائية، قد تكون بالتطعيمات، ودي بتنطبق على شلل الأطفال بيمنع المرض تماما،
الدفتيريا بتمنع تماما. لكن في أمراض أخرى التطعيم قد يقلل من حدة المرض أو شدته، وقد يمنعه وقد يمنع مضاعفاته. يعني الضرن أو السل له تطعيم اسمه BCG بيتاخد في الكتف، وفي مصر بيتاخد إجباريا بعد الولادة. الBCG ده قد لا يمنع المرض بنسبة 100%، لكن بدون شك بيمنع الأنواع الشديدة والخطيرة من الضرر. وفي علاج دواء بيتاخد عشان يمنع أمراض زي البلهارسيا، واحنا اتكلمنا عن العلاج الجموعي في قرى مصر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الإصابة بالبلهارسيا من ما يقرب من 40% إلى أقل من 1%. الملاريا نفس الشيء، بنمنع الملاريا بالوقاية بالدواء. في أمراض أخرى كثيرة الوقاية فيها مهمة. في أمراض الوقاية بتيجي ببعض الأساليب الحياتية المهمة أوي. مثلا عدم التعرض للأتربة والأدخنة والمبيدات والمعطرات يقلل الإصابة بالحساسية وأمراض الصدر. السيطرة على نوعية الطعام والسمنة يقلل من الإصابة بأمراض القلب. حاجة خطيرة جدا لابد أن نساهم فيها، وأنا اتكلمت عليها على الاتفاقية الإطارية، التدخين. التدخين من أخطر العادات البشرية التي قد تؤدي إلى كثير من الأمراض، تؤدي إلى أنواع من السرطانات، تؤدي إلى ربو، تؤدي إلى انسداد شعبي مزمن، تؤدي إلى بعض أمراض القلب وشرايين القلب. فإذا استراتيجيات الوقائية بالتطعيمات، بالوقاية بالطعام، بمنع السمنة، بمنع التدخين، ومنظمة الصحة العالمية ومصر ساهمت في هذا تماما، والبلاد العربية كلها الحقيقة، في إصدار قوانين وتشريعات منع التدخين في الأماكن العامة والمقفولة المغلقة، منع بيع السجاير للأطفال، أيضا رفع نسب الضرائب على التدخين علشان تقلل من استخدام السجاير أو الشيشة أو الكلام ده كله. فالحقيقة كلنا لازم نساهم في هذا، لأن التدخين عادة بشرية سيئة مضرة جدا، أمراضها كثيرة، بتؤدي إلى الموت وتؤدي إلى إعاقة الحياة أو تعوق الحياة أو تعيق العيشة بطريقة طبيعية وسلسة. فيجب جميعا أن نساهم في الحد من التدخين. الوقاية تغني عن العلاج، وساعات العلاج بيبقى وقاية. يعني العيان اللي بيجيله جلطة في رجليه وحصلت وراحت ومشيت وراحت حتة في الجسم، لما بتديله دواء وقائي بتمنع الجلطات الأخرى إنها تيجي. فالوقاية والعلاج الحقيقة جزئين مكملين لبعضهم وهم مهمين للغاية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يقينا من جميع الأمراض التي تؤثر على البشرية. مكافحة الناموس بيقلل الإصابة بالملاريا في بعض الدول اللي فيها نسبة الملاريا عالية. مكافحة العدوى بتقلل من الإصابة بكل أنواع الفيروسات زي الفيروسات الكبدية وفيروس الإيدز والكلام ده كله. الحقيقة الطب كله والصحة كلها ليها أساليب وقائية. لما بنتكلم على المرض طبيا، أول حاجة بنتكلم أسبابه إيه، ثانيا بريفنشن، كيفية الوقاية منه. فالوقاية عمود فقري في قضية الصحة والحياة. الحقيقة النقطة دي مهمة أوي، نقطة التدريب الكوادر الطبية. أنا مش هتكلم بس على تدريب الأطباء لأن ده مهم جدا، لأن العلم والطب متطور ومتغير وفي تحديث. يعني إذا كان الحياة فيها تحديث مثلا كل سنة، كل 10 سنين، كل 5 سنين، الطب بيتطور يوميا بدون مبالغة، يوميا. كمية الأبحاث والوسائل التشخيصية والعلاجية التي تنشر كل يوم بالآلاف. فتدريب الكوادر الطبية، وبأكد كوادر الطبية، أطباء ومعاونيهم بمختلف تخصصاتهم، وتمريض طبعا مهم جدا. عملية التدريب المستمر والساعات المعتمدة ودورات تدريبية وورش عمل وحضور مؤتمرات، كل دي منظومة أساسية في عملية تطوير عملية الطب. أنا لا أبالغ عندما أقول أن الطبيب المصري بما يملكه من إمكانيات وقدرات، بما يملكه من وسائل تدريب وتعليم مستمر، بتجعل مستواه منافس. وعندما يوضع في البيئة المناسبة وتضع له الإمكانيات بيبدع. فالفريق الطبي المصري محتاج دائما دعم،
ومحتاج دائما تطوير، محتاج دعم اجتماعي ومالي وعلمي، لأن دي نقطة مهمة وحيوية عشان يستطيع أن يعيش داخل منظومة العلم والعمل الطبي في حياة مريحة ومستمرة. لابد أن نوفر له كل وسائل الراحة، لأنه يتعامل مع حياة الإنسان، حياة الإنسان التي ليس لها ثمن. من أول الإنسان ما يكون كجنين في رحم أمه حتى يولد، حتى مماته، هو بيجد محتاج الرعاية الطبية، ومحتاج منظومة العمل الطبي، ومحتاج الفريق الطبي. قصة التدريب ما فيش شك فيها لكل الكوادر الطبية. قصة المتابعة والتعليم المستمر مهمة جدا. الأطباء هم الفئة اللي دايما بيتعلموا باستمرار، يبحث عن الدبلومة والماجستير والدكتوراه، يبحث عن المؤتمرات، يبحث عن الدورات التدريبية. أطباء مصر خاصة في الجامعات المصرية هم اللي وطنوا كل وسائل، والحقيقة والأمة العربية كلها والمنطقة هم اللي ساهموا في تطوير منظومة العمل الطبي عن طريق توطين كل وسائل التشخيص والعلاج الحديثة. احنا مفيش حاجة حديثة بتنزل في العالم إلا في خلال فترة زمنية قصيرة جدا تكون طبقت في مصر. بتيجي منين؟ بتيجي من التعليم، التدريب، سفر بره، استجلاب بعض الكوادر الطبية أو الخبراء عندنا أو في بعض الدول الأخرى حتى يستطيعوا أن يدربوا عدد أكبر من الأطباء. المؤتمرات الطبية في مصر وفي البلاد العربية، وعندنا مؤتمرات مشتركة كثيرة جدا بيننا وبين إخواننا وزملائنا وأحبائنا في كل البلاد العربية والمنطقة. ما فيش شهر ما فيش مؤتمرات في مختلف التخصصات. احنا في القاهرة بنعمل مؤتمرات، بنسافر المحافظات، بنسافر البلاد العربية الشقيقة، بيجونا البلاد العربية، بيجينا خبراء أجانب هدفهم الأساسي ليس فقط علاج مجموعة من المرضى أو إعطاء بعض المحاضرات، لكن التدريب وورش العمل جزء أساسي ومهم من عملية التدريب الطبي المستمر اللي هو حيوي بالنسبة للقضية الطبية. الحقيقة في نوع آخر من التعليم الطبي الحديث الحقيقة مؤثر جدا، وإحنا بدأناه الحقيقة على مستوى وحدات طب الأسرة. لما بدأنا نعمل هذا النظام حطينا دش للطبيب فوق والأسرة الوحدة، ووصلناه بقنوات تعليمية وقنوات تدريبية. في الأول بدأنا بقنوات الصحة اللي هي تابعة لوزارة الصحة، ثم مجموعة زي القناة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة برامج. فهي قنوات بتساهم مساهمة كبيرة جدا في عملية التدريب والتعليم الطبي. وبعض هذه القنوات استطاع أن يعطي عن طريق الإنترنت وعن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة نوع من الشهادات اللي هي تساهم في تدريب الطبيب. ودي مهمة جدا، لأن في كثير من بلادنا في المنطقة فيها مناطق نائية ومناطق بعيدة. صحيح ممكن الطبيب يحضر مؤتمر أو اتنين، لكن عنده فرصة على مدار السنة وعلى مدار الوقت يقدر يتابع المحاضرات والدورات التدريبية واللقاءات الساخنة يعني الحية مع الأساتذة ومع الأطباء. وساعات بعض الحالات الجراحية بتوصف أو طبعا ما بتتعملش لكن بتتشرح عن طريق هذه القنوات. كل ده بيساهم مساهمة فعالة وحيوية في عملية التدريب والتعليم الطبي. لكل إنسان الحق في الحصول على أرفع مستوى صحي ممكن. في الميزان سنتكلم في قضايا حساسة. اسمي فتحي أبو مغني، أنا وزير الصحة في دولة فلسطين. أنا دكتور إيهاب داوود، استشاري أمراض القلب وصاحب ابتكار القلب الصناعي الثاني. Glaucoma is one of the leading branches in ophthalmology. جميع المحاضرات المقدمة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يمكن أنا هرجع مرة تانية الموضوع اتكلمت فيه في عجالة، اللي هو موضوع التدخين. بدون شك التدخين أنا أكدت وبأكد تاني أنه عادة بشرية خطيرة، خطيرة لسببين. مش هتكلم على الجانب الاقتصادي، لكن خطيرة ان تأثيرها تراكمي. لما يبدأ واحد يدخن وهو سنه 20 سنة ممكن يعيش حياة طبيعية 10 سنين 12 سنة، لكن بعد شوية هيبدأ يعاني من المشاكل التراكمية للتدخين، خصوصا على الجهاز التنفسي وعلى القلب وعلى أجهزة الجسم المختلفة. برضو الموضة اللي احنا شايفينها موضة الشيشة بأشكالها وأنواعها المختلفة بين الرجال والشباب والسيدات، حتى بتقسيمة سن الأطفال، هناك أطفال يدخنون الشيشة. أنا الحقيقة بحزن من هذا، وبدعوكم جميعا أطباء ومشاهدين أن نساهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة جدا اللي تأثيرها السلبي وبنشوفه. زمان كان يدخن عند 40 سنة، كان متوسط العمر 55، يبدأ يشتكي وعنده 54 53. النهارده ما شاء الله متوسط العمر وصل لحاجة و70 سنة. طبعا السن فوق ال80 كتر، وفي حالات الحمد لله ربنا يديهم الصحة في صحة جيدة كبيرة. فأنا مش ممكن ألاقي واحد عنده 35 سنة عمال يعاني من صعوبة تنفس، مش قادر يمشي. أحسن سن إنتاج، أحسن سن عطاء، أحسن سن حياة، يبدأ يفقد هذا نتيجة للتدخين. وفي بعض المراحل زي انسداد الشعب الهوائي المزمن الموضوع ما فيهوش رجعة، يعني مهما اديته من أدوية ممكن ما يرجعش طبيعي تاني. فأنا الحقيقة بحذر الشباب، مش معقول يبقى عندك 35 سنة وانت كأنك عندك 75 سنة، لا قادر تطلع سلالم ولا قادر تتنفس، وطول النهار وطول الليل عمال تكح وتطلع بلغم وصدرك يزيق. طب وليه؟ التدخين لن يفيدك بشيء. تبطيل التدخين هيحميك ويحمي صحتك. النقطة كانت من الخطيرة جدا انه ثبت ان التدخين السلبي له نفس التأثير زي التدخين الإيجابي. وعملوا أبحاث، وأنا تابعت هذه الأبحاث في فرنسا. السيدات والأمهات والأبناء البنات نسبة فيهم أكتر بيحصل مشاكل صحية هم ما بيدخنوش. ليه؟ لأنهم كانوا قاعدين في بيئة مدخنة، سواء في العمل أو في البيت أو في المواصلات العامة. والحمد لله دلوقتي إن احنا بنحد من هذا، لكن نخلي بالنا قوي إن التدخين السلبي خطورته لا تقل عن التدخين الإيجابي. نقدر نساهم سويا في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة جدا جدا جدا. الحقيقة النقطة اللي أنا عايز أتكلم عليها بالنسبة للنقطة دي بتاعت حكاية فصل التمويل عن الخدمة في الخدمة الصحية. هو طبعا عندما يطبق التأمين الصحي، وده أمل لنا جميعا، الطب بقى مكلف، وسائل التشخيص بقت مكلفة جدا، في بعض الأدوية الحديثة غالية. زي ما قلت لحضراتكم من شوية، متوسط سن الحياة توقع البقاء زاد قوي، وطبعا كل الإنسان ما يعيش كل ما يشوف، فاحتمالية كل ما يكبر في السن قابلية ان يجيله ضغط، يجيله سكر، يجيله أي حاجة ممكن تحصل بتزيد. وفي هذه الحالة التكلفة الصحية بتزيد. ليس هناك حل. احنا عندنا تقريبا 52% من السكان في مصر عندهم تأمين صحي، محتاج تطوير وتحديث وتحسين. في بلاد أخرى في المنطقة فيها تأمين صحي، إنما بدون شك نحن جميعا في حاجة إلى تأمين صحي شامل وكامل بأسلوب جديد. بدون شك فصل التمويل على الخدمة مهمة جدا. وعلى فكرة لو احنا تابعنا دلوقتي في كثيرا من مؤسسات التأمين الصحي الخاصة، وحتى في التأمين الصحي الاجتماعي الحكومي، هو بيشتري الخدمة لأن مؤسساته لا تستطيع أن تقدم كل هذه الخدمة. هو بياخد الفلوس بيستثمرها وبيشتري الخدمة. لكن أنت كمنتفع أو أنا كمنتفع، كل اللي أنا عايزه إيه؟ عايز خدمة طبية جيدة، متاحة، فعالة، نظيفة، مؤثرة. فببطاقة التأمين الصحي أستطيع عندما يتعاقد التأمين الصحي مع كل المؤسسات، مش بس تعاقد وتأكد من يعني فاعلية هذه المؤسسة، وأنها بتطبق قواعد الجودة الجيدة ونتابعها. وهو التأمين الصحي يصرف. أنا ماليش علاقة كمنتفع إلا إذا كان هناك نسب معينة هدفعها، سواء في الكشف أو في الخدمات أو في الدواء. فهي قضية فصل التمويل عن الخدمة مش قضية جديدة أو مش بدعة جديدة، هي دي مطبقة في العالم كله.
لأن لا يمكن زي ما كنا موجودين أن المؤسسة سوف هتاخد الاشتراكات وهي اللي تصرف وعلى قد فلوسكم أدي لكم خدمة. ما ينفعش الكلام ده دلوقتي. أنا محتاج أشترك في تأمين صحي فعال وعالج علاج جيد، علاج كامل، علاج مؤثر في مؤسسة جيدة. موضوع الأعشاب الطبية أو مكملات غذائية أو بيسموه الطب البديل، الحقيقة لا يوجد ما يسمى الطب البديل، يا طب يا مش طب. الأعشاب معظمها تستخدم في علاج بعض الأعراض، بمعنى الأدوية العشبية أو المكملات الغذائية دي ليست علاج لمرض معين. يعني لما نسترجع كده مفيش أعشاب بتعالج التهابات، مفيش أعشاب بتعالج أورام، مفيش أعشاب بتعالج أي مرض معين، لكن قد تستخدم الأعشاب كمكمل للعلاج في علاج بعض الأمراض. يعني مثلا واحد عنده حساسية في صدره أو عنده نزلة شعبية حادة وعنده كحة وعنده بلغم، في أعشاب تهدي الكحة زي شراب التيليو أو شراب أوراق الجوافة، فدي أعشاب مكملة تساهم في الحد من بعض أعراض المرض لكن لا تعالج مرض. يعني ما فيش دواء عشبي كده أقدر أجيبه أقول الدواء ده بيعالج الربو الشعبي أو بيعالج الالتهاب الرئوي أو بيعالج ضغط الدم، إنما كلها حاجات مكملة تساهم في الحد من أعراض الأمراض. عشان أي عشب أو مستخرج نباتي أو مستخرج طبيعي نقدر نقيمه أنه علاج لحاجة معينة لازم يتحلل كيماويا ونشوف مكوناته إيه، لأن ممكن يكون هناك مكونات ضارة أو سامة تؤثر على الإنسان. وهناك بعض العقاقير الطبية أو بعض مكونات العقاقير الطبية استخرجت من بعض الأعشاب لكن ليست الأعشاب على بعضها. فاللي أنا عايز أقوله أنا لست استخدام بعض الأعشاب في علاج بعض الأمراض، لست ضد هذا، لكن ليس هناك حتى الآن أعشاب معينة تعالج مرض معين. خلينا حريصين جدا في كلمة المكملات الغذائية والطب البديل أو الكلام ده كله. في طب مكمل، في مرض بيعالج بالأدوية ممكن أعمل له بعض الحاجات اللي أخرى تساعد في شفاء هذا المرض. يعني احنا لازم نبقى حريصين تماما في هذا. النقطة بتاعت الغش الدوائي أو غش الأدوية، طبعا دي نقطة مهمة جدا وحيوية. إذا تم تداول الدواء بالطريقة الرسمية من المصنع إلى الصيدلية أو المصنع إلى المستشفى أو المصنع إلى الموزع ثم المستشفى، فهنا الدواء آمن بنسبة 100%. غش الدواء بتطلق على حاجتين: ساعات الدواء في بعض الحتت وبعض الأماكن وفي بعض الأماكن في العالم يعمل دواء شبيه بمادة خام شبيهة أيضا، لكن مش هي الأصلية بتاعة المادة الخام، سواء بتاعة الشركة اللي بتعمل الدواء الأصلي أو الأدوية البديلة. فده غش دوائي. ساعات الغش الدوائي يوضع كمية من المادة الخام أقل من المطلوب، يعني كبسولة مفروض فيها 500 ملي جرام يتحط 250 ملي جرام وهكذا. الحل الأمثل حاجتين: أولا طبعا هناك رقابة دوائية، هناك تتبع للأدوية في الصيدليات، هناك تفتيش صيدلي، هناك متابعة دقيقة جدا، لكن بدون شك قد يحدث بعض الخلل. وعشان كده أنا بقول وبطلب من حضراتكم أن احنا نأخذ الدواء من مصادره الطبيعية من الصيدليات. الدواء لازم يبقى موجود، معروف مصدره وهكذا. إنما هناك كل الجهات الرقابية والصيدلانية والصحية وتراقب باستمرار وتتتبع الدواء. وبرضو أنا بنصح حضراتكم ما حدش يجيب دواء غير مسجل في مصر، لأن الدواء المسجل واخد رقم تسجيل ومعروف كل أسسه ومتتبع من أول دخول المادة الخام حتى وصول الدواء إلى أيدي المريض. خلينا حريصين قوي في الحتة دي. دي نقاط حيوية جدا بالنسبة للدواء، لأن الدواء في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية. النصيحة الثالثة:
أنا أرجو بقدر المستطاع ألا نستخدم دواء إلا بناء على وصفة طبية. يعني يمكن الحتة دي لم تطبق في مصر بنسبة 100%. الواحد فينا يقدر يروح الصيدلية ويطلب مضاد حيوي، يطلب أي دواء آخر، إنما خلينا حريصين، لأن ساعات الأدوية بتتفاعل مع بعضيها. يعني أنت ممكن يبقى عندك حساسية في صدرك وعندك ضغط دم، مش كل أدوية الضغط تنفعك. لما تقول للدكتور أنا عندي حساسية، في أدوية ما تاخدهاش. ممكن دواء يعمل لك حساسية شديدة، أدوية مسكنات إلى آخره. المضادات الحيوية في منتهى الخطورة، تاخد إيه وما تاخدش إيه، المدة قد إيه، لو خدت دوايين يبقى شكلهم إيه. خلينا حريصين يا جماعة في هذه النقطة. نقطة الدواء نقطة مهمة للغاية وحيوية للغاية. النقطة بتاع سحب بعض الأدوية من السوق دي نقطة عالمية. الدواء عبال ما يوصل إلى الإنسان ويتداول كدواء بياخده الإنسان بيمر بمراحل كثيرة جدا. بعض هذه المراحل قد تصل من 10 ل 15 سنة. يعني من يوم، طبعا عايز أقول حاجة مهمة قوي، إن شركات الدواء أي شركة كبيرة قوي عندها أبحاث وتطوير، بتبقى شركات عملاقة ميزانيتها بمليارات الدولارات، وبتضع أيضا مليارات الدولارات للأبحاث والتطوير. طبعا ما فيش شك هي في الآخر بيكسبوا ده من الأدوية اللي بتطلع. عشان كده بعض الأدوية بتبقى غالية جدا زي أدوية السرطان، والأدوية اللي بتستخدم البايوتكنولوجي اللي هي التكنولوجيا الحيوية، والأدوية دلوقتي التي تسمى التارجت ثيرابي اللي هو الدواء بيروح لهدف معين. في أدوية بتبقى غالية جدا. ليه؟ لأن كلفت جامد، اتعمل عليها أبحاث وتطوير كبير جدا، أو في بعض الأحيان عدد المرضى اللي محتاجين هذا الدواء قليل، عشان الشركة المنتجة تنتج هذا الدواء ل1000 عيان غير ل2000 غير ل100,000 غير لمليون. كل ما باعت أكتر بتكسب أكتر. فهو عمل دواء حديث مؤثر لمرض معين، لكن عدد الحالات التي قد تحتاج هذا الدواء قد تكون قليلة، وهنا الدواء بيبقى غالي. ده نتيجة للأبحاث والتطوير. النقطة اللي كنت بقولها إن يمكن من كل 500 أو أكتر مركب دوائي فارماكولوجي بيطلع، يمكن يطلع منه دواء أو 2. الدواء ده بيمر بمراحل كتيرة جدا، مراحل أولية كيماوية وفارماكولوجية، مراحل تجارب على حيوانات التجارب، ثم تجارب معروفة وموثقة وليها قواعدها بدقة شديدة جدا على الإنسان حتى الدواء يتداول في السوق. وحضراتكم لو شفتوا نشرة الدواء هتلاقي مكتوب الاستخدامات، موانع الاستخدامات، الآثار الجانبية، وفي بعض الأحيان الآثار الجانبية بتبقى بالعشرات، لأن مطلوب من شركة الدواء في الورقة اللي موجودة جوه النشرة أو في المعلومات عن الدواء أن تذكر كل الآثار الجانبية. طبعا مفيش دواء تقريبا ملوش آثار جانبية، من أول الأسبرين، الباراسيتامول، الأدوية اللي بنستخدمها يوميا، كل الأدوية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية. طب السؤال، دواء نزل السوق وتم تداوله وناس خدوه بالآلاف المؤلفة في مختلف أنحاء العالم، لماذا يسحب مرة أخرى؟ يسحب عندما تتكرر بعض الآثار الجانبية التي ترى المؤسسات الرقابية الدوائية العالمية أنها آثار خطيرة قد تؤدي على حياة الإنسان. وهنا بيذكر دائما أن في توازن بين الفائدة وبين الضرر. قد يكون الدواء ده خدوه 1,000,000 واحد، لكن إذا طلع أن من 1,000,000 دول أو ظهر 10-15 حالة فيها آثار جانبية شديدة على الدم، على القلب، على أي مكان، بيسحب هذا الدواء. وعندما بتطلع النشرة بسحب الدواء بيسحب فورا من جميع أنحاء العالم، لا ينتج ولا يتداول ويسحب في الأسواق. في بعض الأدوية وجد أن فوائدها مهمة جدا وكبيرة جدا، هذا الدواء قد يكون له آثار جانبية، وكثير من أدوية السرطان لها آثار جانبية، كثير من أدوية لها بعض الأعراض الجانبية. في هذه الحالة بيستخدم الدواء تحت ظروف احتياطية احترازية شديدة. بعض الأدوية لا تستخدم إلا في المستشفيات. الدواء حاجة مهمة جدا وحاجة خطيرة جدا، لكن بيحترم وله قواعده وله أصوله داخل إطار المؤسسة الطبية أو المهنة الطبية. أنا بشكر حضراتكم على هذا اللقاء، كان لقاء مهم ومثمر، وإن شاء الله على وعد بلقاء آخر بإذن الله.